الله خديت هنايا تقريبا 6 ديال الكيسان بهاد الكاس اللي كتشوفوا ديال الدقيق ديال الفورس وكاس ديال الدقيق ديال القمح. خليت فيه شويه ولكن في الاخر راني زدته ودرت تقريبا معلقه مع عمر ديال الخماره ديال الحلوى والملح على حسب الذوق وراس معلقه ديال السكر سنيده. لا بغيتو هكا باش كتجي واحد القماشو كيجي مذهب من الفوق. ملي كتدخلوا الفران دغيا كيتذهب اللوين ديالو. صافي غادي نعجنها عادي، ندلكها شويه، ضروري خصني ندلكو الا كان معايا الوقت غنعجنها ونديرها في واحد البلاستيك ونخليها. المهم انا كما كتشوفوا معايا انا عجنتها دلكتها، غادي ندير لها شويه ديال الزيت ونغطيها بواحد البلاستيك ونخليها بلا صيبت الحشوه ان شاء الله المالحه ولا الحلوه. اول حاجه كما كتشوفوا معايا عندي الحشوه اللي غادي المالحه اللي غادي نعمر بها. عندي بصله مقطعه رقيقه، واحد الخيزو مقطع رقيق، القرعه الخضراء او كرجيط، والفلفله مقطعه حتى هي كروات، هي كما كتشوفوا معايا كديرها في الفريغو هي صافي. وغادي نخليهم كيتشحروا وغادي ندوز نصيب هاد الكريمه اللي غادي نحتاج ان شاء الله للمسمنات الحلوين. كتشوفوا معايا هنايا الحليب، خديت 2 ديال الكيسان ديال الحليب صافي. وخديت الكريم الباتيسير اللي درت انا هنا البنات، راني غلطت درت معلقه ديال النشا او مايزينا، وكملت في الاخر درت 2 معالق ديال الكريم باتيسير. وخديت السكر يعني 2 معالق حتى هما سكر سنيده، الحلاوه كتبقى على حسب الذوق صافي. وغادي نحركهم مزيان ندوب هاد النشا هو ولا الكريمه راه كيبقاو يعني كيشدوا في الكاع ديال الكاسرونه بحال اللي درناهم كيجمدوا. خصنا نحركهم مزيان حتى كيذوب. البنات كعارفين تبارك الله عليهم عارفين هادشي صافي. نوضعهم على النار اللي مهيله وبقيت كنحرك ما نحيدوش يدينا من التحراك. المهم في هذه المرحله لو بغيتو كتزيدوا واحد الكيس ديال الفانيلا تزيدوا على حسب النكهه اللي بغيتو نتوما كتزيدوها صافي. وغادي نديرها في هذه الزلافه نخوي فيها هذه الكريمه وكنغطيها بواحد البلاستيك السلوفان غادي نديرو عليها من الفوق هكايا، ونحاول نوصلها هاد البلاستيك هكايا باش ما ديرش واحد القشره من الفوق صافي. غادي نحيدو ونمشي باش نقطع العجينه. هي تلقات كما كتشوفوا معايا مزيان، شفتوا كيفاش عطينا الطعم مطلوقه صافي. غادي نقطع يعني فرقتها على 2 كما قلت لكم، وكل نص خرج منه 4 ديال القطع صافي. ندهنهم بشويه الزيت ونغطيهم ونخليهم كيرتاحوا ونمشي نحضر معكم الشوربه ان شاء الله يا ربي. هنا عندي في الشوربه كما كتشوفوا معايا عندي الخيزو، عندي القرعه الحمراء، عندي واحد الحبه ديال البطاطا، عندي مطيشه، عندي ربيطه ديال الكرافس يعني 2 ديال العروشه ديال الكرافس، وعندي القرعه الخضراء يعني الكورجيت صافي. وعندي زليفه ديال الحمص ديال الحريره كتجي زوينه البنات. هاد الشوربه كتجي تبارك الله بنينه وزوينه، غير جربوها. والخضره كتبقى على حسب الرغبه ديالكم اللي موجود معكم في الخضره توجدوا بها الشوربه ديالكم صافي. وكما شفتوا معايا راني درت الكرافس ودرت الخضره كلها يعني درت كرافس من الفوق ودرت هاد المطيشه حبات ديال المطيشه فرقتهم على 2. هاد الشوربه راه حفات لي وحضرتها شحال مره في القناه، غير عاودت حطيتها بحال هكا. اللي بغوها البنات يلقاوها زعما زيدوها طريفه البصله ولا شي بصيله صغيره هكا الا بغيتو ولا كتعجبكم. المهم اللي يعجبكم في الخضره غتحضروا به الشوربه ديالكم صافي. غادي نروي انا هاد الشوربه نردها طيب. ودابا ندوز ان شاء الله باش غادي نقرص معكم هذوك. مازال غادي نقطعهم قطع صغيره. نتوما البنات الا كان عندكم اتساع فين قرصوا هذه مجموعه هكذا اللي خرج فيها 4 نتوما تلقوها في مره تطلقوها وغادي طوها عادي مسمنه عاديه صافي. وهذيك الساعه مني عاد ترجعوا تطلقوها تقطعوها تخرجوا منها 4 اناق، خرجت منها 4 ديال الكويرات. نتوما عاد تطلقوها الا كان عندكم اتساع. كما كتشوف معايا عندي الطابله يلاه هز ليا هادشي علاش درت كويرات صغيورين. راه ساهل الا درتو لي ديك الطريقه اللي عديروا يعني 4 في 1 كتعطيكم تبارك الله يعني دغيا كتساليوها. انا راه قطعتها يعني كويرات صغار هكايا باش تجيني يلا. هذا الطابله حنت صغيره داكشي علاش صافي. وكنطلق المسمنات كما شفتوا معايا كنورقهم راه تبارك الله العجينه زوينه وعطاتني الطعم مرقين جاو. هانتوما كما كتشوفوا معايا كنرققهم بزاف حتى كيبان لي الطابله كتبان منهم. المهم هذا الشيء كما قلت لكم انا ديروه في واحد الكويره كبيره هكايا وجمعوها بهذه الطريقه. عاد فاش تطلقوهم المره الاخرى عاد قطعوها على 4 تخرجوا في 4 ديال المسمنات. انا خرجت في 4 الكويرات من الاولى. ونتمنى تكونوا فهمتوني اشنو بغيت نقول لكم. كما بحال هكايا غتطلقوها كبيره وتخرجوا منها 4. انا درت غير وحده بحال هكايا صافي. وغناخذ معلقه من الكريمه اللي وجدت
بحال هكا البنات. وعندي هذا كاوكاو اللي حمرت، وذاك كاوكاو البلدي الحمر حمرته وطحنته هكايا كما كتشوفوا معايا. وغادي نسد هاد المسمنات بكاوكاو حمراء بحال هكا، كاوكاو من الفوق باش غادي نسدها. صافي كيجيو زوينين البنات، جربوهم والله الا جاو زوينين. وتبارك الله خرجت فيهم الكميه، راه عطاتني يعني هاد نص كيلو اللي درت انا، اللي درت ديال الطحين، درت نص كيلو تقريبا ولا 600 غرام تقريبا، 600 ل 700. هذا هو الجهد. صافي عطاتني تبارك الله، نتوما كما كتشوفوا معايا عطاتني كميه تبارك الله كثيره زعما. كاين راه تبارك الله طاوه مالحه، طاوه حلوه، جاو زوينين. الا كان بحال نتوما كنتو قلال راه غادي تبارك الله تاكلوا فيهم يومين. كنتو هكا تبارك الله عائله شويه كبيره راه غادي يقدوكم تبارك الله ويشيطوا الله تبارك الله زعما فيهم زكاو عطاو وشبعوا فيهم. وهذه الحشوه المالحه كما كتشوفوا معايا بنفس الطريقه طلقت المسمنات عاديين كما قلت لكم. المهم ها نتوما ورقت بنفس الطريقه. المهم غير نحاول نوضح معكم وصافي. انا كنقرصهم هما تبارك الله منيفخين فيهم دوك الكويرات محلولين مرقين. صافي والحشوه كما قلت لكم درت فيها طريفات ديال الدجاج، ما سجلتهمش معكم، درت الصدر ديال الدجاج وشحرته هو وشويه الزيتون صافي ودرتهم. نتوما الا بغيتو ديروا الجبن ديروها، انا راه ما موجودش معايا البنات. صافي قلت نكتفي بها هكاك وسديت بالزيتون كحل. المهم حتى الشكل لا بغيتو تغيروا على هكا تغيروه. انا درت نفس الطاويه غير نص مالح ونص حلو، جاو زوينين. صافي حتى هذا الطاوه غادي نعمرها وندخلها الفران. راني دخلتهم ملي بغيت ندخلهم الفران دهنتهم بشويه البيض ودخلتهم كيطيبوا. صافي طابت الطاوه الاولى الحلوه وطابت المالحه. وهنا كما كتشوفوا معايا الصوبه حتى هي طابت، وقشرت ديك القشره ديال المطيشه حيدتها وطحنت الصوبه. ها نتوما وزدتها زيت العود فاش طحنتها ما كنديرش خديت هنايا تقريبا 6 ديال الكيسان بهاد الكاس اللي كتشوفوا ديال الدقيق ديال الفورس، وكاس ديال الدقيق ديال القمح خليت فيه شويه ولكن في الاخر راني زدته. ودرت تقريبا معلقه مع عمرش ديال الخماره ديال الحلوه والملح على حسب الذوق، وراس معلقه ديال السكر سنيده الا بغيتو هكا باش كتجي واحد القرماشو كيجي مذهب من الفوق. ملي كتدخلوا الفران دغيا كيذهب اللوين ديالو. صافي غادي نعجنها عادي، ندلكها شويه ضروري خصني ندلكو، الا كان معايا الوقت غنعجنها ونديرها فواحد البلاستيك ونخليها. المهم هنا كما كتشوفوا معايا انا عجنتها دلكتها. غادي ندير لها شويه ديال الزيت ونغطيها بواحد البلاستيك ونخليها بلا صيبت الحشوه ان شاء الله المالحه ولا الحلوه. اول حاجه كما كتشوفوا معايا عندي الحشوه اللي غادي المالحه اللي غادي نعمر بها. عندي بصله مقطعه رقيقه، واحد الخيزو مقطع رقيق، القرعه الخضراء او كرزجيط، والفلفله مقطعه حتى هي كروات. ها هي كما كتشوفوا معايا كديرها في الفريغو هي صافي. وغادي نخليهم كيتشحروا وغادي ندوز نصيب هاد الكريمه اللي غادي نحتاج ان شاء الله المسمنات الحلوين. كتشوفوا معايا هنايا الحليب، خديت 2 ديال الكيسان ديال الحليب صافي. وخديت الكريم الباتيسير اللي درت انا هنا البنات راني غلطت، درت معلقه ديال النشا او مايزينا وكملت في الاخر درت 2 معالق ديال الكريم باتيسير. وخديت السكر يعني 2 معالق تا هما سكر سنيده، الحلاوه كتبقى على حسب الذوق صافي. وغادي نحركهم مزيان ندوب هاد النشا هو ولا الكريمه راه كيبقاو يعني كيشدوا في الكاع ديال الكاسرونه بحال اللي درناهم كيجمدوا. خصنا نحركهم مزيان حتى كيذوب. البنات كعارفين تبارك الله عليهم عارفين هادشي. صافي نوضعهم على النار اللي مهيله وبقيت كنحرك ما نحيدوش يدينا من التحراك. المهم في هذه المرحله اللي بغيتو كتزيدوا واحد الكيس ديال الفانيلا تزيدوا على حسب النكهه اللي بغيتو نتوما كتزيدوها صافي. وغادي نديرها في هذه الزلافه نخوي فيها هذه الكريمه وكنغطيها بواحد البلاستيك السلوفان غادي نديرو عليها من الفوق هكايا ونحاول نوصلها هاد البلاستيك هكايا باش ما ديرش واحد القشره من الفوق صافي. غادي نحيدها ونمشي باش نقطع العجينه. هي طلقات كما كتشوفوا معايا مزيان. شفتوا كيفاش عطينا الطعم مطلوقه صافي. غادي نقطع يعني فرقتها على جوج كما قلت لكم، وكل نص خرج منه 4 ديال القطع صافي. ندهنهم بشويه الزيت ونغطيهم ونخليهم كيرتاحوا ونمشي نحضر معكم الشوربه ان شاء الله يا ربي. هنا عندي في الشوربه كما كتشوفوا معايا عندي الخيزو، عندي القرعه الحمراء، عندي واحد الحبه ديال البطاطا، عندي مطيشه، عندي ربيطه ديال الكرافس يعني 2 ديال العروشه ديال الكرافس، وعندي القرعه الخضراء يعني الكورجيت صافي. وعندي زليفه ديال الحمص
ديال الحريره، كتجي زوينه البنات. هاد الشوربه كتجي تبارك الله بنينه وزوينه، غير جربوها. والخضره كتبقى على حسب الرغبه ديالكم، اللي موجود معكم في الخضره عاد توجدوا به هاد الشوربه ديالكم صافي. وكما شفتوا معايا راني درت الكرافس ودرت الخضره كلها، يعني درت كرافس من الفوق، ودرت هاد المطيشه، حبات ديال المطيشه فرقتهم على جوج. هاد الشوربه راه فات لي وحضرتها شحال مره في القناه، غير عاودت حطيتها بحال هكا اللي بغوها البنات يلقاوها زعما. زيدوها طريفه البصله ولا شي بصيله صغيره هكا الا بغيتو ولا كتعجبكم. المهم اللي يعجبكم في الخضره غتحضروا به الشوربه ديالكم صافي. غادي نروي انا هاد الشوربه نردها طيب، ودابا ندوز ان شاء الله باش غادي نقرص معكم هذوك. مازال غادي نقطعهم قطع صغيره. نتوما البنات الا كان عندكم اتساع فين قرصوا هذه مجموعه هكذا، يعني اللي خرج فيها 4 نتوما تلقوها في مره تطلقوها وغادي طوها عادي مسمنه عاديه صافي. وهذيك الساعه مني عاد ترجعوا تطلقوها، عاد تقطعوها تخرجوا منها 4. انا خرجت منها 4 ديال الكويرات، نتوما عاد تطلقوها الا كان عندكم اتساع. كما كتشوفوا معايا عندي الطابله يلاه هز ليا هادشي علاش درت الكويرات صغيورين. مرة ساهل الا درتو لي ديك الطريقه اللي عديروا يعني 4 في 1 كتعطيكم تبارك الله، يعني دغيا كتساليوها. انا راه قطعتها يعني كويرات صغار هكايا باش تجيني. يلا هذا الطابله حنت صغيره داكشي علاش صافي. وكنطلق المسيمنات كما شفتوا معايا كنورقهم. راه تبارك الله العجينه زوينه وعطاتني الطعم مرقين جاو. هانتوما كما كتشوفوا معايا كنرققهم بزاف كيبان الطابله كتبان منهم. المهم هذا الشيء كما قلت لكم انا ديروه في واحد الكويره كبيره هكايا وجمعوها بهذه الطريقه. عاد فاش تطلقوهم المره الاخرى عاد قطعوها على 4 تخرجوا في 4 ديال المسيمنات. انا خرج في 4 الكويرات من الاولى. ونتمنى تكونوا فهمتوني اشنو بغيت نقول لكم. كما بحال هكايا غتطلقوها كبيره وتخرجوا من 4. انا درت غير وحده بحال هكايا صافي. وغناخذ معايا القبن الكريمه اللي وجدت بحال هكا البنات. وعندي هذا كاوكاو اللي حمرت، وذا كاوكاو البلدي الحمر حمرته وطحنته هكايا كما كتشوفوا معايا. وغادي نسد هاد المسيمنات بكاوكاو حمراء بحال هكا كاوكاو من الفوق باش غادي نسدها صافي. راه كيجيو زوينين البنات، جربوهم والله الا جاو زوينين وتبارك الله. خرجت فيهم الكميه راه عطاتني يعني هاد نص كيلو اللي درت انا اللي درت ديال الطحين، درت نص كيلو تقريبا ولا 600 غرام تقريبا 600 ل 700. هذا هو الجهد صافي. عطاتني تبارك الله نتوما كما كتشوفوا معايا عطاتني كميه تبارك الله كثيره زعما. كي راه تبارك الله طاوه مالحه طاوه حلوه جاو زوينين. الا كان بحال كان نتوما كنتو قلال راه غادي تبارك الله تاكلوا فيهم يومين. كنتو هكا تبارك الله عائله شويه كبيره راه غادي يقدوكم تبارك الله ويشيطوا الله تبارك الله زعما فيهم زكاو وعطاو وشبعوا فيهم. وهذه الحشوه المالحه كما كتشوفوا معايا نفس الطريقه طلقت المسيمنات عاديين كما قلت لكم. المهم ها نتوما ورقت بنفس الطريقه. المهم غير نحاول نوضح معكم وصافي. انا كنقرصيهم هما تبارك الله منيفخين فيهم دوك الكويرات محلولين مرقين صافي. والحشوه كما قلت لكم درت فيها طريفات ديال الدجاج ما سجلتهمش معكم. درت الصدر ديال الدجاج وشحرته هو وشويه الزيتون صافي ودرتهم. نتوما الا بغيتو ديروا الجبن ديروها، انا راه ما موجودش معايا البنات صافي قلت نكتفي بها هكاك. وسديت بالزيتون كحل. المهم حتى الشكل الا بغيتو تغيروا على هكا تغيروه. انا درت نفس الطاويه غير نص مالح ونص حلو جاو زوينين صافي. حتى هذا الطاوه غادي نعمرها ندخلها الفران. راني دخلتهم ملي بغيت ندخلهم الفران دهنتهم بشويه البيض ودخلتهم كيطيبوا صافي. طابت الطاوه الاولى الحلوه وطابت المالحه. وهنا كما كتشوفوا معايا الصوبه حتى هي طابت. وقشرت ديك القشره ديال المطيشه حيدتها وطحنت الصوبه هانتوما. وزدتها زيت العود فاش طحنتها ما كنديرش لها التبسيل تا هو ديال المالح. جاو زوينين بزاف تبارك الله مقرمشين ولذاذين. غير جربوهم وديروا